ايه رأيكم في الصينية الجميلة الحلوة الخطيرة الروعة دي اللي تشهي؟ تعالوا نشوف مع بعض احنا عملناها ازاي والطريقة ازاي. صينية المسقعة الحلوة دي، يلا بينا. صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل مع بعض طريقه المسقعه. اول يوم في الصيام بتاع الميلاد هنعملوا اكله حلوه وهتعجبكم خالص. في ناس كتيره طلبتها مني عشان انا عملتها قبل كده، وفي ناس كتيره عايزاها. انا ادينا هنعملها وتشوفوا معايا الخطوات بتاعتها خطوه خطوه. احنا قطعنا البطاطس، قطعنا البتنجان، من حتت فلفل اهو زي ما انت شايفه كده. جايبين التوابل، بابريكا، مكعب مرقه، بودره، بودر ثوم، بودر بصل، شطه حمراء، فلفل اسود، كمون، كزبره. ادي كل التوابل اللي هنحطها. وادي الثوم اللي انا فرماه، وادي البتنجان ملحاه كده ومخلياه بالملح، نشطفوه دلوقتي من الملح. وده حطاه في ميه بملح زي ما انت شايف عشان ما يسودش معاكي. عايزه بطاطس تبقى زي ما هي، ولو كنت رايحه مشوار تقطعيهم وتسيبيهم وترجعي تلقيهم زي ما هم. وعملنا طماطم، كيلو طماطم عشان الشفشف كبير شوي. خليكم معايا لحظه بلحظه. هنحط الزيت على النار وراح نبتدي ايه نقليهم نص قلي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. احنا حطينا الزيت على النار زي ما انتم شايفين، زيت غويط كده. كسي قلبك شويه في الزيت علشان لون البطاطس والبتنجان ياخدش وقت معاكي، عشان لما نيجي وهنصفيه يعني ما تخافيش من الزيت. يعني هنحطوه في مصفى ونخلوش فيه زيت، هيبقى احلى مسقعه تاكليه كده. الزيت غلى، هنروح نجيب البتنجان. هنحط البطاطس الاول قبل البتنجان عشان ما يغمقش معانا. لو حطينا البتنجان الاول هيغمق معانا. انا هنخلص الكميه ونرجع. احنا حطينا ادينا الرصه زي ما انتم شايفين مغطايه في الزيت، يا دوب تاخد يعني اللون الصفار كده ونطلعها. هنوريها لكم. شايفين اللون هو ده، مش عايزينه ايه محمص جوه. نطلعوهم ونحط غيره. شايفين جمال اللون؟ وهو في المصفى عشان ما الزيت ما يقعدش. وهنخلص كل الكميه وهنرجع لكم. شايفين انا خلصتهم قل. ادي الفلفل وادي البتنجان وادي البطاطس حطاهم في المصافي زي ما انتم شايفين كده. بينقط الزيت. انا شلت الزيت اللي كان هنا خدته. هنا في زيت تحت من دول اهو زي ما انت شايفه. لازم كل الزيت يصفى منما ايه. هنروح نعمل الطش. وادي الطماطم وادي الثوم وادي التوابل. هنعمل الطشه وهنرجع لكم. هنحط دلوقتي هنحط الثوم مكان قلي البتنجان والفلفل، هيبقى طعمه جميل خالص. ونخلي اللون بتاعهم ذهبي حمار كده، ونحط عليهم الطماطم. شايفه اللون؟ هو اللون ده المطلوب. هنحط عليهم شفشف الطماطم. حطينا الطماطم زي ما انتم شايفين كده. وهنحط حبه سكر علشان الحموض، حبه قليلين مش كتار يعني، قلل بيهم كويس. بعد كده هنحط التوابل شايفه اللي احنا قلنا لكم عليها، ونسيبوهم يتسبكوا مع بعض نرجع لكم. شايفين انا هنحط في الصينيه. شايفين رصيته ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده. هرص طبقات البتنجان والفلفل ونوريها لكم بنفس الطريقه. شايفين دلوقتي زي ما انتم شايفين رصيتها اهي. هنروح نحط عليها الطشه اللي احنا عملناها بالطماطم. هنحط لها حبه ميه. شايفين؟ نخلوا القوام حلو، مش لماهي ولا تخين زي ما انت شايفه. طعمها روعه خرافه. هنجيب الصينيه ونكبهم عليه. احنا رصيناها حطيناها ادينا على النار. هنغطيها ونحط على نار هادي لمده 10 دقايق بس عشان كل حاجه تستوي. شايفين جمال ولا الريحه معبيه البيت كله؟ خطيره وروعه. شايفين جمالها؟ عسل. روعه روعه وخرافه. ايه رايكم؟ يا ريت يا جماعه اللي يعجبوا الفيديو يعمل لنا لايك وشير واشتراك، ونشوفكم على خير باذن الله.